يبقى نرجع تاني اللي كنا بنقوله، ان انا في الحالة الاولى كنت انا وحور لوحدنا، فقسمتها لجزئين، وانا كان نصيبي واحد، جزء واحد من جزئين. الحتة اللي فوق دي اللي هي ايه؟ الجزء او نصيب الواحد. طب اللي تحت ده ايه؟ عدد الاجزاء. يعني انا قسمت البيتزا دي لكام حتة؟ طيب في الحالة الاولى كان نصيبي ده الايه؟ الشكل بتاعه. طيب الحالة التانية لما جه محمود معانا ومسكت البيتزاية كده واضطريت ان انا اقسمها لثلاث اجزاء كده، بقى نصيب الواحد، النصيب الواحد جزء واحد من ثلاث اجزاء. اللي هو طب تعتبرها اللي هي واحد على التلاتة. تمام. طب في الحالة التالتة لما جت يومنا معانا وقلنا ايه لازم بقى نقسم البيتزا ايه على اربع اجزاء، فبقى هنا نصيب الواحد جزء واحد من اربعة. جميل. نعم. نعم يا محمود. مش انا اللي بتكلم. انتي بتتكلمي يا حور؟ مش انا. لا، ما انا عارفة، ما انا بقول لمحمود نعم، كان بيسأل على حاجة كنت بقوله نعم. فعلا. قول تمام. تمام. طيب نكمل. طيب جت ريم قالت ايه؟ ما هو انا معاكم في الحصة برضو، انا عايزة تقسموا ايه الموضوع لحاجة اكبر. فاضطرينا نقوم جايين مقسمين البيتزا 5 هتبقى لخمس واحد على اجزاء بالظبط، ونصيب الواحد فيها ايه؟ واحد على الخمسة. يبقى افهم من كده ايه؟ ان انا كل ما بزود الاجزاء كل ما النصيب الواحد بيقل، اللي هو كسر الوحدة. يعني ايه كسر الوحدة؟ يعني جزء واحد من كل الأجزاء. يعني أنا هقطع البيتزا لأجزاء معينة وهاخد حتة واحدة بس منها. تمام. اللي هو ايه كسر الوحدة؟ اللي هو ايه؟ آه، نصيب آه، الواحد فقط. كل ما كان المقام أقل أيوة. كل ما يبقى أكبر، يعني الحاجة كل نفسها ما أكبر. لا، كل ما بيصغر، كل ما بيزيد كل ما المقام كل كل ما قيمة كان الكسر بتصغر. كل ما كان كل المقام أقل كل ما أقل. كل ما العدد يكبر كل ما الكسر يصغر. بالظبط، يعني كل ما أيوه. المقام يزيد كل ما الكسر يصغر. أيوه، يعني كل ما المقام يقل ايوه، يعني يفضل معنى كده يقل. ان انا بقول ان الواحد على الاتنين اكبر من الواحد على التلاتة، واحد على التلاتة اكبر من الواحد على الاربعة، الواحد على الاربعة اكبر من الواحد على الخمسة، والواحد على الخمسة اكبر من الواحد على الستة، وهكذا. هنستفاد يعني من كده انا بقى إن كل ما قل اه المقام كل ما زاد، هنا كل ما العدد ليه بز- أكبر. كل ما بزود المقام كل ما ايه قيمة الكسر بتصغر. هستفاد من كده ايه؟ ان انا لما اجي اقارن مثلا حاجة بحاجة، يعني مثلا انا دلوقتي جينا ايه بنعمل مقادير البيتزا مثلا، واحنا معاكم مثلا في المطبخ وقاعدين بنعمل، فقلت لك يا محمود هات لي نص كوبايه دقيق. قصاد النص كوبايه دقيق دي انا عايزه ربع كوبايه زيت. قصاد الربع كوبايه زيت دي انا عايزه يا حور تجهزي لي خمس كوبايه لبن. تمام. ومثلا واحد على 20 من ايه من معلقه مثلا ملح مثلا، او نص معلقه ملح. بس هنا المقدار ايه؟ اختلف. هنا المقدار ماله؟ اختلف. طيب، يلا نكمل. يبقى انا لما جيت اشوف المقادير دي عشان اشوف هي هتكون لي ايه، كان لازم يعني هنا كان الحاجة مختلفة. لا، ما نشغلش القلم، يعني يا ريت بس تبعد عن القلم. بالغلط بالغلط. لا لا، ولا يهم.
يعني انا لما اجي مثلا اقول نص كوباية، تمام، ولا نص معلقة؟ هنا نص وهنا نص، بس النص ده اكبر من النص ده، صح؟ صح. يعني مش كل نص زي قد التاني. هو ده نص وده نص. زي ما اقول لك كده، انا عايزه نص ال100 جنيه ولا اقول لك نص ال1000 جنيه، مين اكبر؟ نص نص ال100 جنيه دي 50 جنيه، لكن نص ال1000 جنيه 500 جنيه. يبقى مين اكبر؟ طبعا نص نص الألف. ال1000. بالظبط. يبقى مش كل الكسر ايه زي بعضه. تمام. طيب لما بيجي هو بيقول لي في المنهج، هو بيكون معرف لي ان احنا بنحسب في المنهج هنا، بنحسب حاجات من نفس المقدار. يعني مثلا انا بحسب نص، بس نص معاه مثلا هحسب تلت معاه من نفس المقدار، يعني دي نص كوبايه وده تلت كوبايه من نفس المقدار. تمام. يعني مش بقول ده نص كوبايه ودي نص معلقه او تلت معلقه. لا، انا هنا في المنهج كله بيحسب لي ايه، انا هو مفترض ان كل الحاجات او كل الكسور اللي انا شغاله بيها كلها لي نفس المقدار. يعني لو كلها كوبايه، نص كوبايه، او كسور الاساس بتاعي واحد. زي مثلا ثانيه اوريكم حاجه. ظهر قدامكم ده؟ ظهر قدامكم اللي انا شايفه؟ اه ايوه يا شايف مس. شايف. تمام. يعني يعني هو مفترض هنا ان ده الواحد الصحيح اهو. هو انت ده بترتبه حجم. مع أكبر الأصغر؟ لا، مش برتب من الاصغر من الاكبر للاصغر، انا بس بقى عايزه افهمكم معنى الكسور. تمام. طب لو جيت اقسمه الاتنين، هو نفس الواحد بس انا قسمته لجزئين. نفس القيمة. نفس الاساس. يعني انا بقسم مثلا في كوبايه، هي كوبايه ثابته، يعني المعيار واحد. لما تيجي مثلا لو انتوا بتحبوا تتفرجوا على الفيديوهات مثلا طبخه او حاجه، تقولك كوبايه معياريه. يعني ايه كوبايه معياريه؟ يعني الكوبايه دي مش مختلفه عن، يعني مش عندنا الكوبايه دي اللي هي بتبقى مكتوب عليها، بيبقى ليها شكل معين كده بتاعه المقادير. اللي عندي الكوبايه المعياريه اللي عندي هي نفس اللي عند محمود، هي نفس اللي عند حور، ما بتختلفش. هي ليها معيار معين. تمام. فلما اجي اقول لك مثلا نص كوبايه معياريه، هو النص اللي عندي نفس النص اللي عندك. تمام. زي ما انا عملت كده، الواحد الصحيح ده هو مثلا الكوبايه المعياريه، لو خدت نصه هو. طب لو قسمته ل3 اجزاء، بصوا انا كل ما بزود في الاجزاء اهو، في هو الطبيعه كل ما قل بزود ايه، قل نفس القيمة. حجم الكسر بيقل، بس نفسه هو الواحد الصحيح. هو قسمته نفسه متغيرش. ل4 اجزاء، قيمته ايه؟ الربع بقى اصغر من التلت. طب لو جيت قسمته هنا 5 اجزاء، ده كده ايه اللي اتغير؟ بقى الخمس اصغر من الربع، الربع بقى هنا اكبر. طب لو جبت قسمته ل6 اجزاء، بقى ايه؟ السدس اصغر. طب لو قسمته ل8 اجزاء، التمن ماله؟ اصغر. كل ما بزود زي ما اتفقنا، كل ما بزود المقام. ايوه، كل ما ازود المقام او عدد الاجزاء، كل القيمة ما قيمة بتاعت الكسر بتصغر. ال- برغم ان ال10 اكبر من ال8، لكن ال1/10 اصغر من ال1/8. هي هنا عاملة زي خط الأعداد، بالعكس. بالظبط، زي خط الاعداد. طيب من الجزء ده عايزين نجيب الكسور المتكافئة. يعني ايه الكسور المتكافئة؟ يعني زي مثلا
على 12. مثلا خلينا ايه نحط مثلا كسر ايه بالنسبة مثلا لايه، ثانية شغل القلم هنا أوطن. بالنسبة مثلا لواحد على التمانية، بصوا هو أكبر من واحد على عشرة، بس أنا مش قادرة أحدد بالظبط كام، لكن ممكن أحددها ايه لو لقيت حاجة مشتركة بين الاتنين، مضاعف مشترك بينهم. عارفة المضاعف المشترك عندك فكرة عنه يا حور ولا لأ؟ احنا تقريبا ما أخدناهوش في تالتة يعني ما كانش فيه فكرة عنه أوي، ماشي. فعشان أقسمهم مثلا، أنا مثلا عندي بيتزاية مثلا، ثانية أمسحها. عندي بيتزاية مثلا وقسمتها لإيه، لجزئين، تمام. وعندي بيتزاية تانية قسمتها لإيه، لأربع أجزاء. عايزة اخد من البيتزاية الأولى جزء، وعايزة اخد من البيتزاية التانية جزء، واحطهم في طبق واحد، تمام. بس انا عايزة عشان اخدهم الاتنين، يعني اخد الواحد على الاتنين ده مع الواحد على الأربعة ده في طبق واحد، لازم يبقى كلهم أجزاء متساوية. يعني يا إما أخلي الواحد على الأربعة تساوي الواحد على الاتنين، يا إما أخلي الواحد على الاتنين تساوي الواحد على الأربعة. إزاي؟ أشوف المكافأة. يعني هنا مثلا الواحد على الاتنين ده يساوي كام حتة من واحد على الأربعة؟ يساوي 2 منه. يساوي اتنين منها. يبقى أنا أقدر أشيل الواحد على الاتنين دي وأحط مكانها واحد، اتنين على الأربعة. أقدر ولا ما أقدرش؟ أقدر. أيوة. في الحالة دي أيوة. أقدر أقول لو خدت هنا واحد هنا، لو خدت هنا واحد على الأربعة ومعاها تلات جزئين اللي هي واحد على الاتنين، هيديني في الآخر كام؟ واحد. واحد، واحد. اتنين، تلاتة. تلات أجزاء من كام؟ هي متقسمة ايه؟ واحد، اتنين، تلاتة من واحد، وتسعة من واحد. متقسمة أرباع، يبقى تلاتة على أربعة. حتتين من أربعة زائد حتة من أربع أجزاء يبقوا كام؟ اتنين زائد واحد. هما الاتنين زي بعض دلوقتي، بقى الاتنين قد بعض، يعني دلوقتي خليتهم حتت متساوية. خليت النص ده يساوي ايه؟ كام جزء من الربع؟ خليته يساوي جزئين. فبقى عندي ثلاث أجزاء من الإيه؟ من الأربعة. اه. صح ولا لأ؟ صح. معايا ميس حور ولا إيه؟ ينفع ميس مم. تشرحها تاني؟ تاني. ينفع طبعا أشرحها تاني، واحدة واحدة. بصي، أنا دلوقتي عايزة أحط مثلا في علبة مثلا أجزاء مثلا معينة. أنا بس بدور لك على مثال بيبقى أقرب ليكي تفهميه. صح. خلينا نقول مثلا إن أنا جبت مثلا شوكولاتة كبيرة بالمنظر ده، قطعة شوكولاتة، بار شوكولاتة، تمام. وبعدين قسمت الشوكولاتة دي عندي اتنين شوكولاتة، فقسمت الشوكولاتة الأولى لثلاث حتت، تمام. وقسمت الشوكولاتة التانية لست حتت. عايزة أقول أنا لو خدت واحد على جزء من القطعة الأولى اللي هي واحد على التلاتة، عايزة أجمعه مع الواحد على الستة. أنا هنا لما كنت بقول لك خدي حتتين، فبتقولي واحد اتنين، يبقوا اتنين. اتنين من كام؟ من ستة، يبقى اتنين على الستة. حلو أوي. طب قلتلك خدي تلات قطع، هتقولي واحد اتنين تلاتة، يبقى تلات قطع من كام؟ من ستة، يبقى تلاتة على الستة. فوق لو قلت لك خدي قطعة هتقولي واحد على الستة، واحد على التلاتة أسف. طب خدي قطعتين، هتبقى قطعة اتنين، يبقى اتنين من كام؟ أصلهم كام؟ تلاتة، يبقى اتنين من تلاتة. حلو أوي. طب هنا يا مثلا هنا واحد على التلاتة، واحد على الستة. هنا
الأجزاء كلها مش قد بعض، ازاي هجمع أجزاء مختلفة؟ الواحد على الستة دي أصغر من واحد على التلاتة زي ما احنا عارفين. طب ازاي أنا هجمعهم مع بعض؟ لازم أقسمهم لحتت قد بعض، أجزاء قد بعض. طيب المنطق بيقول لي إن أنا أقسم الكبير زي أقسمه للصغير، ولا إن أنا أكبر الصغير للكبير؟ ثانية. ها، المنطق بيقول لي ايه؟ ان انا اخلي الواحد على الستة دي تساوي كام واحد على التلاتة، ولا اخلي الواحد على التلاتة تساوي كام واحد على الستة؟ الأكبر الواحد فيه. الواحد على يعني مثلا التلاتة. اقول الواحد السدس على دي فيها كام تلت. طب ازاي؟ كأني بقول ايه، كأني بقول مثلا ايه، هي ال5 جنيه دي فيها كام 10 جنيه؟ منطقي، الأكبر سؤال منطقي. فيهم. الأكبر فيهم. بحول الكبير للصغير، صح؟ لان انا مثلا لو قارنت لك بين الخمسة والعشرة، 5 جنيه والعشرة جنيه، فانا هقول لك مثلا هي الخمسة فيها كام 10، فانت دماغك هتعمل ايرور كده، ايه ده؟ انت بتقولي ايه يا مس؟ مش فاهم، صح؟ اذا كان الخمسة صغيرة اصلا، ازاي فيها كام 10؟ هي اصغر من العشرة اساسا، صح؟ لكن لو جيت قلت لك يا محمود هي ال10 جنيه فيها كام خمسة، اه هنا بقى هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. اه يا مس ال10 فيها خمستين، صح؟ أيوة. فهنا لما يعني يديني سؤال أنت، كسرين، الرقم اللي أنت شايفه صغير هو الكبير. هقول التلت فيه كام سدس. بالظبط هقول التلت فيه كام سدس. سين. التلت فيه كام سدس قدامك على الرسمة؟ التلت فيه كام سدس؟ ست. التلت الواحد فيه كام سدس؟ التلت الواحد، واحد على التلاتة، فين القلم؟ واحد على التلاتة فيه كام واحد على الستة؟ اتنين. اتنين. يبقى انا اقدر بكل سهولة اشيل الواحد على التلاتة دي اخليها 2 على 6، صح؟ صح. طيب أيوة. زائد 1 على 6. هنا بقى سهل، المقام طالما القطع قد بعض اقدر اجمع الوسط بكل سهولة. 2 زائد 1 كام؟ تلاتة. 2 زائد 1 3. 3 على ايه؟ على الست. 3 على 6. طيب لو انا مثلا معايا رقمين ما ينفعش اقسمهم لبعض، يعني مثلا الواحد على الخمسة زائد مثلا الواحد على التلاتة. ممكن نقول مثلا ثانية، الأسهل خليها 1 على 4، 1 على 3، عشان هي مش أسهل في حاجة غير إن هي الكسور بتاعتها موجودة هنا. طيب عايزة أجيب ال1 على 3 وال1 على 4، عايزة أعرف دول يساوي كام. إيه؟ التلت، عايزة أعرف دول يساوي إيه، مجموعهم مع بعض يساوي كام. لا هعرف أخلي ال3 4، ولا هعرف أخلي ال4 3، بس أنا أعرف أقدر أخلي أعمل إيه؟ أنا أخلي التلاتة هي الأربعة عشان التلاتة هي الأكبر. اه بس هتبقى صعبة بالنسبة لك، هتخليها ال3 4 ازاي؟ لم أنا. أنا في الحالة دي ممكن أعمل إيه؟ ممكن أقسم الاتنين لقطع أصغر، يبقى في حاجة مشتركة بينهم، اللي هي بنسميه إيه؟ يعني الأسهل دلوقتي لغاية لما ناخد بالنسبة للحور، لغاية ما ناخد المضاعف المشترك، هضربهم المقامين في بعض. طالما ما اقدرش احول التلاتة للأربعة، ولا اقدر احول الأربعة للتلاتة، اضرب التلاتة في الأربعة، يبقوا كام؟ 1 على 12. 12. يبقى اقسمهم ل12 جزء. اقسمهم ايه ل12؟ طب خلينا نحط بقى ال12 تحتهم كده ونشوف ال1 على 3 هيساوي كام على 12، والواحد على 4 يساوي كام على 12.
انا قسمتهم لاجزاء ايه، اقدر ايه اقارن بينها. الواحد على التلاتة يساوي كام جزء من الاتناشر؟ 1 على 3. 1 2 3 4. ده قسم أربعة. على 4 على 12 زائد الواحد على 4 يساوي كام جزء من الاتناشر؟ 3. 3. 3. تلاتة. 3 على 12 كلهم بقى مجموعهم كام؟ 7. 7 على 12. على 12. أيوة صح. يبقى في حالة ان انا مش عارفة احول الكبير للصغير زي ما حولت النص للتلت او للسدس قصدي، او التلت للسدس، هعمل ايه؟ هجيب حاجة هقسمهم الاتنين لحتت اصغر منهم. تمام. 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 طيب ترتيب الكسور على خط الأعداد، ثانية واحدة. ده تيشيرت. اه طب أنا لو عايزة أطرح بقى، يعني أنا أيوة. مثلا، بدل 1 على 4 زائد، لا نخليها ناقص. فرح. اه لو أنا عايزة أقول 1 على 3 ناقص 1 على 4، هي بنفس الطريقة، بس خليني أقول لكم حاجة أسهل الأول تبقى حاجة أعرف أطرحها. يعني مثلا قلت ايه، 5 على 6 ناقص 2 على 6. هرسم الأول المقام ايه 5 أجزاء من 6 أهو. هرسم ال5 أجزاء دي، 1 2 3 4 5. حلو أوي. وبعدين أنا عايزة أطرح منهم ايه 2 على 6، أشطب على الاتنين، 1 2. هشيلهم خالص من الحسبان أهو، 1 2. فضل معايا كام؟ 3. 3 على ايه؟ 6. على 6. طب لو فرضنا إن أنا مثلا حاجتين مختلفتين مثلا، زي ما قلنا 1 على 4 مثلا، 1 على 3 ناقص 1 على 4. في الحالة دي لازم برضو أعمل ايه؟ وحدة. لازم أعمل ايه؟ أجيب حاجة موحدة للاتنين. كنا قلنا اللي هي ال12. طب في طريقة تانية كنا أخدناها برضو في الكسور، لو احنا درسنا في الكسور، كان بيقولي لو انت عندك مثلا 1 على 3، عايزة أحولها، عايزة أخلي المقام بتاعها 6، عايزة أحولها الأسداس، فهقول هي ال3 عشان تبقى 6 2. اتضربت في كام؟ اه اه. ضربت ال3 في كام عشان تبقى 6؟ 3 ضربتها في 2. في 2. يبقى اضرب لازم أضرب البسط هو كمان في 2. 1 في 2 بكام؟ 1 في 2 ب2. 2 في 3 ب2. يبقى ال1 على 3 هي 2 على 6. ده عشان أجيب نضرب ايه كسور المتكافئة. 6. طيب أنا دلوقتي عايزة أجيب ايه التلت والايه، التلت ناقص الربع. 1 على 3 ناقص 1 على 4. فأخليهم ايه، أخلي الكسر ده 12 مقامه 12، وأخلي ده مقامه 12 زي ما اتفقنا فوق، هضربهم في بعض. بنلاقي طيب حاجة متحدة هعمل رقمين بين المقامين عشان يدونا نفس الرقم. 12. ال3 عشان تبقى 12 ضربتها في كام؟ 4. ضربتها في في أربعة. 4، يبقى لازم أضرب المقام البسط هو كمان في 4. 1 في 4. 4. بأربعة. الناتج كله 8 4. على لا، 3 في 4 ب12، يبقى 1 في 4 ايه ب4. طب الأربعة بس. عشان تبقى 12 ضربتها في 3، يبقى لازم أضرب الواحد ده في 3 تبقى 3. يبقى 4 معلش. على 12 ناقص 3 على 12 تساوي كام؟ معلش يا مس، ينفع تشرحيها تاني؟ تاني. أنا عايزة أخلي المقام ده مشترك زي الجمع بالظبط، لازم أخلي المقام ده زي ده، ما ينفعش أجمع مقامين مختلفين. تمام. فمحتاجة أخلي المقامات كلها زي بعض. طالما الاتنين مفيش حاجة مشتركة بينهم، ب3 ولا 4، ايوه. تمام، يبقى لازم أضربهم في بعض. يبقى المقام بتاعهم الموحد هيبقى ضربهم في بعض، 3 في 4 اللي هي ب12. 12 و12.
تمام. طب التلاتة أنا بصوا عشان أجيب الكسور المتكافئة دي، عشان أقول 1/3 تساوي إيه، لازم هضرب مثلا دي في 2، يبقى أضرب دي في 2، يبقى 1 في 2 ب2، و2 في 2 و3 في 2 ب6. هضرب دي في 3، وأضرب دي كمان في 3، يبقى 1 في 3 ب3، و3 في 3 ب9، وهكذا. هضرب ال1 في 3 في 4، 1 في 4 ب4، و3 في 4 ب12، يبقى 4 ل12، وهكذا. ده عشان أجيب إيه، الكسور المتكافئة. تمام. طيب مع افهم منها ايه، افهم منها ان انا لو ضربت المقام في حاجة او قسمته على حاجة، لازم هضرب اللي هضربه في البسط هضربه في المقام، اللي هقسمه على البسط هقسمه على المقام. تمام، عشان اجيب حاجة مكافأة ليها. طب هنا التلاتة عشان تبقى 12 ضربتها في كام؟ و4. ضربتها في 4. 4، يبقى لازم كمان البسط هضربه في 4 هو كمان. 1 في 4 4 بكام يا حور؟ ب4. ب4، برافو عليك، ب4. طب يا حور اللي بعدها ال4 عشان تبقى 12 ضربتها في كام؟ 3. 3، يبقى لازم اضرب البسط هو كمان في 3. 1 في 3 بكام؟ ب3. ب3. هنا بقى الموضوع بقى سهل، المقام هو المقام، هطرح بقى البسط ناقص البسط. 4 ناقص 3 كام؟ 1. 1، يبقى 1 على 12. طب تعالوا نشوفها بالإيه؟ تعالوا بالضرب. نشوفها لا، بالنماذج اللي قصاد دي. أنا كنت قايلة إن ال1 على 4، ال1 على 3 فيها كام؟ 1 على 12 فيها 4، صح؟ اه. وكان ال1 على 4 فيها 3. اه. هشيل من ال4 اللي فوق دول 3، يتبقى كام؟ هيتبقى كده 2. يتبقى 1. 1. ماشي. تمام. يبقى تاني سريعا على جمع الكسور وطرحها. احنا دلوقتي عرفنا ان كل ما بزود الكسر، هقول حاجة سريعة على اللي احنا اخدناه النهاردة. تمام، ركزوا معايا عشان ايه، هرجع سريعا. كل ما بزود عدد الأجزاء كل ما قيمة الكسر ايه، بتقل. يبقى كلما زاد المقام قلت ايه قيمة القيمة. الكسر. بشرط كل ايه، ايه ده؟ ماشي. ان البسط 1. ازاي يا مس؟ يعني مثلا ما اقدرش اقول ان 3 على 4 اصغر من 1 على 3. لا، طالما البسط يعني مش هنا واحد، ايه، القانون ده ما اه ما اقدرش يطبقش. اقارن، ما اقدرش طالما اقارن. طالما البسط مش متشابه. آه، طالما البسط مش متساوي ما اقدرش اقارن المقام مع المقام، لازم احولهم لايه، لحاجه متساويه، لحاجه مرجعيه ليهم هما الاثنين. يبقى انا عندي 3 حالات، عندي 3 حالات عشان اقارن بين الكسور. بالراحه كده وركزوا معايا. الحاله الاولى البسط يساوي البسط. تمام. مثال، 1 على 3، 1 على 4، البسط يساوي البسط. إذا الكسر ذو المقام الأصغر هو الكسر الأكبر. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية المقام يساوي هنا بس بسط والمقام مختلف. المقام بيساوي المقام
والبسط مختلف. احنا في الحالة الأولى دي قلنا ايه؟ الواحد على التلاتة أكبر. طيب المقام يساوي المقام والبسط مختلف، يعني 3/4 و2/4. الحالة دي هعمل ايه؟ البسط الكسر ذو البسط الأكبر هو الأكبر. كأني بقول مثلا الربع ولا الربعين؟ الربعين طبعا أكبر من الربع، يبقى التلات أجزاء في الحالة دي هتبقى 3/4 أكبر من ايه؟ 2/4. طب الحالة التالتة، البسط والمقام مختلفين. هنا لازم أوحدهم، لابد من توحيد المقام. طب أوحدهم ازاي؟ يا إما أخليهم لأبسط، يعني مثلا أخلي مثلا لو قال لي مثلا 1/3 ولا 3/4 مثلا، لازم أخلي ايه؟ ده مشترك، يعني مثلا ايه، أجيب زي ما كنت بجيبهم ايه، المقام المشترك بينهم كان 12، وهنا 12. 4 عشان تبقى 12 ضربتها في 3، يبقى لازم أضرب التلاتة دي في 3. 3 في 3 ب9. التلاتة عشان تبقى 12 لازم أضربها في 4، يبقى لازم أضرب البسط ده في 4. 1/4 في 4. هنا بقى مين الأكبر؟ 9/12 ولا 4/12؟ أقول أنا اه، 4/12. الأكبر مين؟ 9/12 ولا 4/12؟ 9/12. 9/12. طب في طريقة يعني تانية؟ أنا المقام كان واحد كنا هنقول، لو المقام اه لو الباص كان واحد كنا هنقول 4/12. لكن بالظبط، هنا ايه؟ مختلفين، مختلفين بسط ومقام. دي الحالة التالتة اللي هي ايه؟ بسط والمقام مختلفين. طب في حاجة كده سهلة كده ممكن بمجرد النظر أعرفها. هعمل ايه؟ شايفين المقام ده؟ شايفين الأربعة دي؟ أمم، هضربها في الواحد. 4 في 1 بكام؟ واحد. بأربعة. ب4. نضرب. يبقى أحط الأربعة فوق. ثانية بس. طيب التلاتة دي أضربها في البسط أولاني. 3 في 3 بكام؟ 3 في 3 ست. ب9. 9. 9. مين الأكبر؟ أيوة 9. الأربعة ولا التلاتة؟ الأربعة ولا التسعة؟ أسفة. الأربعة. 9. التسعة. يبقى ال3/4 هي الأكبر. طريقة سهلة للحاجات المختلفة، بسط ومقام. طب أنا يا مس عايزة ايه؟ أنا مش حاسة إن الطريقة دي تنفع مع كله. قوليلي أي كسرين مختلفين وتعالوا نجربها، تنفع ولا لأ؟ ها. 2 2 2/3. ماشي. 2/3 وإيه؟ و... وال... و4/5. 4/5. طب تعالوا نشوفها بالطريقتين. تعالوا الأول نجيب الطريقة اللي احنا قلنا عليها دي. 5 في 12. 2. 5 في 2 ماشي. بكام؟ و15. 10. مع 10. 5. 4 في 3 ب12. 12. 12. الطريقة دي قالت لي إن 4/5 أكبر من 2/3. طب عايزة أتأكد، هجيب المقام المشترك بينهم اللي هو هضربه في بعض. 3 في 5 بكام؟ 15. 15. هنا 15. 15. التلاتة عشان أضربها في الخمسة، التلاتة عشان تبقى 15 ضربتها في 5. هضرب 2 في 5 بكام؟ 10. ينفع تبسطيها أكتر؟ اللي هي يعني يا ميس تبسطي أنهي طريقة اللي عايزة أوسطها؟ إن أنا أجيب مقام مشترك، ولا التانية اللي هي بتاعة الأسهم؟ بتاعة الأسهم. بصي، المقام
هضربه في البسط واحطه فوق البسط. المقام بتاع التاني هضربه في البسط الاولاني، بنسميها طريقة ضرب الطرفين في الوسطين. تمام. تمام. دول الطرفين التلاتة والاربعة، والوسطين اللي هي الاتنين والخمسة، او العكس يعني. تمام. تمام. طيب بضرب المقام واضربه في بسط اللي قصاده، في بسط الكسر اللي قصاده، واحطه فوق البسط. والمقام التاني هضربه في بسط الاولاني واحطه فوق البسط. الطريقة دي للتسهيل، لو هي صعبة عليكي ما تستخدمهاش. ايزي مان. ماشي. الطريقة دي عشان مجرد انت تجيبيها بسهولة يعني. لكن لو هي صعبة عليكي احنا بنبسط، مش بنقعد الدنيا. الطريقة الأسهل اللي تستخدميها يعني. في الامتحان مش هقولك انت جبتيها ازاي. تمام. تمام. لأن هي المقارنة بين الكسور كانت السنة اللي فاتت، تمام. أو هنحتاجها بالنماذج، هتجيبيها بالنماذج وهتبقى الموضوع أسهل من كده يعني. تمام. وهتاخدي برضو الطرفين والوسطين بس قدام شوية. طيب يبقى هضرب التلاتة في الأربعة. أنا خلاص جبنا الطريقة الأولى دي، عايزة أثبت إن الأربعة على خمسة أكبر من الاتنين على تلاتة، زي ما أنا إيه جبتها بالطريقة التانية، بالطريقة اللي أنا عرفتها. التلاتة ضربناها في 5، يبقى هضرب فهنضرب الاتنين في خمسة بكام؟ ب10. ب10. 4 طب الخمسة اتضربت في ضربتها كام؟ في تلاتة. يبقى هضرب الأربعة في تلاتة ب12. مين الأكبر؟ 12 على خمسة 15 ولا 10 على 15؟ 12. 12 على 12 15. 15. طلعت برضو هي بنفس الطريقة، إن إيه؟ إن الأربعة على خمسة أكبر. معايا يا حور؟ تمام يا مس. في مشكلة فيها ولا أقولها لك تاني؟ مفيش مشكلة. لو في أي حاجة واقفة معاكوا أعيد معاكوا تاني، مفيش مشكلة. أنا بس بديكم ملخص اللي إحنا إيه أخدناه النهاردة. طيب إحنا طبعا كنا راجعنا جدول الضرب، وكنا أخدنا إزاي نجمع الكسور. وازاي نطرح الكسور؟ جمع وطرح الكسور عندي قاعدة مهمة: جمع وطرح الكسور نضربهم. لابد من مقام مشترك. يبقى أنا لو هجمع مثلا 1 على 3 زائد 2 على 3، دي مفيهاش مشكلة، المقام زي المقام. طب لو هجمع عادي البسط مع البسط، 1 زائد 2 3. 3 على 3 3 أجزاء من 3 اللي هي ايه؟ واحد صحيح. طيب أنا لو عايزة أقول 1 على 5 زائد